السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعيني يا رب تكونوا في أفضل حال. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده أكلة كده من أكلات أمهاتنا الجميلة، رز ولوبيا وفراخ، حاجة في منتهى الجمال والسهولة. نبدأ؟ طيب معانا الحلة بتاعتنا معلقة من السمنة، معلقة حلوة كده من السمنة وأنزل بالفراخ بتاعتي أيًا كان ده اللي أنا استعملته وكان متاح عندي وقتها، تقدروا تعملوا أي كمية، أي قطعية في الفراخ براحتكم. طيب أنا هنا نزلت بالسمنة زي ما قُلت لكم سخنت، نزلت بالفراخ بتاعتي شوّحتها، نزلت بطماطماية متقطعة 4/4 وكذلك بصلة متقطعة 4/4 ورشة من الكاري ورشة من ال7 بهارات ورشة من الفلفل وكام حبّاية من الحبّهان وكمان كام ورقة من ورق اللورا، حلو كده؟ وهاشوّح الفراخ بتاعتي كويس أوي بالحاجات دي، بعد كده هانزل عليها بمَيّة مغلية زي ما أنتم شايفين كده، زي ما أنا عايزة بقى، يعني عايزة المرقة كتير، عايزاها قليلة، اللي تحبوه. هانزل بالمَيّة المغلية بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، بنفس الطريقة. عايزة أقول لكم هتطلّعوا شوية شوربة تحفة، وهاغطّي وهاسيبها تقلب قلبة، وبعد كده أحط الملح بتاعي واسيبها تستوي. هنا الكسرولة بتاعتي نزلت فيها بمعلقة حلوة من السمنة، ونزلت ببصلة متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، وعليها فصين من التوم مفرومين، وهابدأ أشوّحهم زي ما أنتم شايفين، حلو، أشوّحهم بنفس الطريقة، وبعد كده نزلت طماطم معصورة، عصير طماطم، ونزلت عليها برشة من الفلفل، رشة من الكمون، رشة من ال7 بهارات، ورشة من الكاري، وكمان رشة من البابريكا، والملح بتاعي، ممكن نحط كمان رشة من السكر، حلو، أدّيهم تقليبة بسيطة زي ما أنتم شايفين، وبعد كده نزلت باللوبيا بتاعتي اللي أنا ناقعاها من امبارح بالليل، يعني تقريبًا 12 ساعة كده ناقعة اللوبيا بتاعتي، وأدّيها تقليبة حلوة، بعد كده هاكمّل عليها بالشوربة بتاعتي، شايفين جمال الشوربة؟ شايفين الجمال؟ يعني شوربة رايقة، رايقة، ما فيش كده. وكده أسيبها لحد ما تستوي وكده خلصت، يبقى إحنا خلّصنا سلق الفراخ والشوربة والرز عملتهم معاكم أكتر من مرّة، هنا بقى الفراخ بتاعتي أنا نزلتها في بقسماط ومعاه رشة سمسم، ومن البقسماط على الزيت بعد ما اتسلقت، وتطلع معايا بالجمال واللطافة دي، ما فيش أسهل من كده، أكلة تفكّرِك كده بأكلات ماما، أمّا تكوني راجعة من المدرسة بتفكّري ماما طابخة إيه، حاجة في منتهى الروعة، جرّبوها وما تنسوش تقولوا لي رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، باي.